اكتر غلطة بتخسر ناس كتير فلوسها ايه هي؟ ان انت على طول بتجيب المنتج وتجري تعمل موقع واعلانات. طيب في عندك اهم 3 حاجات هتستفيد منهم وهتقلل خسارتك بنسبة 50% او اكتر لو عملتها. طب ايه هما؟ اول حاجة لازم تعرف مين منافسينك. يعني ايه تعرف مين منافسينك؟ شوف المنتج اللي معاك ده بيتباع عند مين وبكام، وايه الهوكات اللي بيستخدمها وهو بيبيع. تمام. تاني حاجة تعرف المنتج بتاعك ده اصلا عليه طلب ولا لا. يعني ايه عليه طلب ولا لا؟ اخش على الادز لايبراري، تمام، هشوف المنتج، اعمل سيرش بالمنتج بتاعي مثلا في الدولة اللي انا فيها، وهشوف اخر اعلان نازل من امتى. طب انا لو لقيت اعلان نازل في اقل من اسبوعين، يبقى انا المنتج ده عندي حتى لو عليه طلب بسيط بس هيكون عليه طلب. بس لو ما لقيتش عليه اعلانات خالص يبقى انا كده المنتج بتاعي ده الطلب عليه في السوق قليل. طيب ايه هي تالت حاجه؟ هي اليو اس بي. يعني ايه اليو اس بي؟ اليو اس بي يعني يونيك سيلينج بوينت. طيب برضه يا محمد معناها ايه؟ هي الفكره ببساطه ايه هو اللي بيميزك عشان خاطر تبيع اكتر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انت بتبيع المنتج بسعر معين، وفي عميل تاني او منافس تاني ليك بيبيع برضه نفس المنتج والسعر بتاعه قريب. طيب ايه اللي يميزك بقى عشان خاطر اشتري منك ما اشتريش من المنافس بتاعك؟ طيب انت عندك الجودة احسن، عندك توصيل اسرع، تمام، عندك خدمة ما بعد البيع. لازم تكون في حاجة تميزك حتى لو ضمان. يعني انت ممكن تعمل ضمان سنة او سنتين ده يميزك عن المنافس بتاعك. تمام. ال3 نقط دول لو انت اهتميت بيهم بجد في البيزنس بتاعك وفي شغلك، صدقني هتقلل خسارتك بنسبة اكتر من 50%. وما تنساش بقى تعمل لي فولو عشان هشرح لك الفترة اللي جاية حاجات عملي وهتستفيد منها جدا. سلام.